إذًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعود من جديد وركن الغريم، وهو باين علم ريال مدريد جنبي أهو ملعلط ومنوّر، لإنه الصراحة اللي حصل ما يتسكتش عليه، وما ينفعش إن أنت كأي واحد بتتابع كرة القدم وبتتفرج على كرة القدم ما تعلّقش على اللي حصل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني. مباراة آمم، كان فيها العديد والعديد من التفاصيل، ولكن أن تأتي متأخرًا دائمًا على رأي صديقي المحترم أبو زيد الكوير خيرًا من ألا تأتي، ولو بتتابعني على السوشيال ميديا بالذات على الإنستجرام فتعرف إن أنا رجل باطلب العلم، خاصةً إن أنا دلوقتي كده إيه، باخد دبلومة بس تبع الاتحاد الدولي الفيفا، فتلاقيني إيه، هاتأخر لك شوية في الحلقات، ولكن زي ما قُلت لك أن تأتي متأخرًا خيرًا دائمًا من أن لا تأتي. ريال مدريد تعادل في مباراة الأمس مع فالنسيا على ملعب فالنسيا بنتيجة 2-2 في مباراة كان بطلها الرئيسي وكان نجمها الأول هو الحكم مانزانو، اللي عليه علامات استفهام كتيرة جدًا، شئت أم أبيت، وافقت والّا ما وافقتش، على رأي الكابتن رضا عبد العال قال له اقتنعت، قال له لأ، قال له عنك ما اقتنعت، مش فارقة، ولكن حبيت ورا بُص إزاي أعمل لك لون كده بنفسج على اللون بتاع تيشيرت ريال مدريد امبارح، يعني أنت كجمهور ملكي أنا عامل كل حاجة عشان أروّق عليك في الحلقة دي، ولكن هل إحنا جايين نتكلم ككورة؟ يعني ككورة ما عنديش أي حاجة تتقال غير إنه ريال مدريد في الشوط الأول كان سيء وكان وِحِش، ولكن الهدف اللي كان جه في آخر الشوط الأول للأمانة، هو اللي أنعش الدنيا مرّة تانية وخلّى ريال مدريد يدخل في المباراة في الشوط التاني وصحوة فينيسيوس جونيور في هذا اللقاء، وإنه هو السبب الرئيسي واللي قدر من خلاله إن هو كان يشيل ريال مدريد على كتافه ويروح بيهم، وكان قريب من تسجيل الهاتريك وتفاصيل كتيرة جدًا، ولكن كمان فينيسيوس عنده حساسية شوية كمان من الملعب ده، لإنه بيتعرّض فيه للشتايم وللعنصرية وللهجوم بشكل كبير جدًا، على خلاف ملاعب أسبانيا كلّها. أصعب جمهور بيتعرّض له فينيسيوس جونيور بيكون هو جمهور فالنسيا، ويمكن شُفت كمان على السوشيال ميديا فيديو شخص كان بيصوّر طفل صغير بيشتم فينيسيوس جونيور، وبعد كده أم الولد ده راحت زاقة الراجل اللي بيصوّر ومش عارف إيه وبتاع، أوكي ماشي، أنا مُتفهِّم إحساس الأم بإن أنت بتصوّر ابني ليه وبتعمل الكلام ده ليه والتفاصيل الكتيرة دي كلّها، تمام، مُتفهِّم ده بشكل كبير جدًا، بس ليه أنتِ بتربّي ابنِك على الكراهية دي، ليه بتربّي ابنِك على الشكل ده؟ أنا ما باحبش ريال مدريد، باحترم ريال مدريد وباحترم جمهوره واحترم لعيبته وكل حاجة كواحد بيتفرّج على كورة، لكن أنا ما باحبش ريال مدريد، باعتباره الغريم التقليدي ليّا، لإن أنا راجل باشجّع برشلونة. بس في حاجات فيها ألِف ب احترام، لإن هي بعيدة تمامًا عن كرة القدم، وبعيدة تمامًا عن الروح الرياضية، وبعيدة تمامًا عن كل شيء. ففكرة إن أنت تربّي ابنك أو بنتك على إنه اشتم واتعنصر واعمل وقُل له يا كذا والّا يا كذا والّا كذا، باحاول طبعًا أنتقي الألفاظ عشان الفيديو ده ما يتقفلش والّا حاجة، لكن مش طبيعي، مش طبيعي طبعًا كل اللي بيحصل وكل اللي بيكون، ولكن دي كانت من الحاجات بصراحة اللي استوقفتني على السوشيال ميديا. الدوري الأسباني لا يخلو دائمًا من علامات الاستفهام. ولا يخلو دائمًا من أسئلة وجودية، وهي إنه ليه بيحصل كده؟ سواء من مانزانو أو غير مانزانو أو أي حكم أو أي موقف يعني. هل في مشاكل في التحكيم على مستوى العالم؟ والتحكيم مشاكله كانت مستفحلة ومنتشرة ومفرقعة بشكل كبير جدًا في الدوري الإنجليزي، نختلف على ده؟ لأ. ولكن فجأة بتلاقي إن مشاكل التحكيم لأ، منتشرة في كل العالم، وابتدى الموضوع مش يفايرل، هو أصلًا مفايرل already في الدوري الأسباني، ولكن كل فترة تظهر لك حاجة كده عليها إيه، عليها peak عليها منكش. طيب، ليه كل الليلة دي حصلت؟ طبعًا أولًا قبل الكلام على التحكيم والتفاصيل والقصة والحكاية والرواية،
عايزين طبعًا نتوجه يعني بكل تمنياتنا للاعب ديا خابي لاعب فالنسيا، اللي اتعرض لإصابة قوية جدًا، 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 جدًا. حتى لمّا قعدت على السوشيال ميديا والwebsites أسرِّش وأشوف وأدوّر هي إيه تفاصيل الإصابة وكده، يعني أعتقد إن مستقبل اللاعب في عالم كرة القدم انتهى. لو هيرجع، هيرجع بعد سنين، مش هيرجع دلوقتي خالص، لإن أعتقد إن هو اتعرّض لكسر شديد ومضاعف في الركبة. يعني الموضوع صعب جدًا بصراحة من الصور اللي أنا شُفتها، وكنت متأزم بشكل كبير جدًا، ولكن حبيت قبل ما أطلع أتكلم على الإصابة أبقى عارف الدنيا ماشية إزاي. فلأ الموضوع صعب جدًا، جدًا، في كل تمنياتنا لهذا اللاعب ولأي لاعب طبعًا على مستوى العالم بيتعرّض لمثل هذه الإصابات، أن يشفيه ربنا سبحانه وتعالى، ويعود سريعًا لممارسة اللعبة التي يحبها. طيب، بالنسبة للتحكيم، هل القرار اللي عمله مانزانو صح قطعًا على الإطلاق؟ لأ، ده قولًا واحدًا. وعارف إن في ناس هتيجي تقول لك إيه، ما هو في الشوط الأول حصل كذا، وكان في كورة كذا، وكان في مش عارف ابتدت تظهر فيديوهات من إنه كان في موسم من المواسم مالاجا كان بيلاعب ريال مدريد برضه في نهاية تقريبًا الشوط الأول، وواد جاب جون من لعيبة مالاجا والحكم برضه ألغاه. تمام، كل دي بالنسبة لي قرارات غلط. طالما وده اللي إحنا وده اللي أنا دايمًا باسأله وباستغربه، هو التحكيم طبعًا على مَر العصور وعلى مَر التاريخ والأيام والشهور والسنين بيتغيّر، بتحصل فيه تطوّرات وطفرات، لكن في basics، لكن في أساسيات. أنا دلوقتي هجمة جوّه ال18 أو هجمة على محيط ال18 أو كورة بتتلعب أو كورة بتترفع أو بيحصل أي حاجة، طبيعي إن أنا أسيب الهجمة تكمل. طبيعي إن أنا أسيب الهجمة تكمل. عارف إنه هيطلع رأي مخالف نسبيًا أو مش في نفس القصة يقول لك إيه، لأ، بس الحكم من حقه إنه لمّا ينتهي الوقت الأصلي وينتهي الوقت بدل الضايع اللي هو أعلنه، من حقه إن هو يصفّر في أي وقت. تمام، بس يعني هو ده قانون مُسلَّم بيه والّا أنت في هجمة already شغّالة؟ اللي حصل إنه اتلعبت الكرة كورنر من مودريتش ورجعت وراحت إبراهيم دياز. الصورة والكاميرا لمّا جات على مانزانو هو كان هيصفّر وبعد كده رجع، وبعد كده رجع صفّر تاني. فهي دي اللي ممكن تبقى عاملة القصة كلّها أو عاملة الخناقة كلّها أو عاملة الحدوتة كلّها، إنه طَب أنت عايز تصفّر، ما صفّرتش ليه من الأول؟ كنت خلاص صفّر من الأول بقى وهو رايح للكورة ما كانش لسه ابتدى يرفعها. لكن إبراهيم دياز راح للكورة واتعدل وبيرفع، رُحت مصفّر. متفهّم إن هو رجله ما لمستش الكورة، يعني وهو رايح للكورة الحكم صفّر، الكورة هو ما صفّرش والكورة في الهوا، ماشي، على عيني وعلى راسي يا سيدي. بس أصلًا القرار نفسه ومبدأه نفسه غلط. والكلام ده أنا هاقوله مع ريال مدريد، مع برشلونة، مع ختافي، مع فالنسيا، مع مانشستر يونايتد، مع السيتي، مع أي نادي على أي كوكب لو حصل معاه نفس الموقف ونفس الأكشن. لإنه مش منطقي خالص على الإطلاق أبقى في هجمة والاقي الحكم بيصفّر. دي علامة استفهام كبيرة جدًا، كبيرة جدًا، ومُتفهِّم حجم وضخامة الأمر، لإنه يخُص نادي زي ريال مدريد وما زال بينافس على بطولة الدوري، والانتصار بالنسبة له امبارح كان مهم جدًا. ليه؟ لإن أنت النهارده بتتكلّم على إنه بهذا التعادل، وخلّيني أبُص لك على حاجة سريعًا جدًا، 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 إنه على هذا التعادل لو جينا بصّينا على جدول ترتيب الدوري الأسباني، هتلاقي إنه برشلونة النهارده عندها مباراة قدّام أتلتيك بلباو، تمام، تمام. وجيرونا أكيد عندها مباراة مش عارف بصراحة النهارده والّا إمتى هابُص معاك، أنت راجل مش غريب، عندها برضه النهارده مباراة قدّام مايوركا. طيب، لو جيرونا كسب لو جيرونا كسب هيكون 62 نقطة والفرق ما بينه وما بين ريال مدريد 4 نقاط. وبرشلونة لو كسب هيبقى الفرق ما بينه وما بين ريال مدريد 6 نقاط، وتتبقى مباراة الكلاسيكو اللي لو قدر فيها برشلونة يفوز يصبح الفارق بين برشلونة وريال مدريد 3 نقاط بس. يعني لو جه ريال مدريد خسر مباراة وبرشلونة كسبت، تعادلوا في النقاط وتشعلل الليجا تاني، وترجع الليجا بعد ما كانت شبه محسومة بنسبة 80 85 90% لريال مدريد. في الحالة أو في حالة السيناريو اللي أنا رسمته لك ده،
ترجع 50-50. فطبعًا بعد ما حصلت الكارثة بتاعة منزانو امبارح، كل اللعيبة هاجت بشكل كبير جدًا، وكلها جريت بشكل كبير جدًا على منزانو، وخناقات وتك ترك ترك، وفجأة تلاقي بقى الإنذارات طالعة، وكروت حمرا، وبلينجهام بيطّرد. أنا ما ركزتش أوي في طرد بلينجهام بصراحة، بس في ناس بتقول إنه زَق الحكم، وبالتالي يستحق كارت أحمر، وفي ناس بتقول لك إنه اتظلم. يعني في شقين، أنا ما خدتش بالي، بس أنا شُفت إن بلينجهام في الآخر اتطرد، وفي كلام على إنه بلينجهام في الغالب يعني ريال مدريد قدّم استئناف، هيستأنف على موضوع الطرد. ممكن إنه يتلغي، وممكن طبقًا لتقرير الحكم لو قال إنه لأ أنا زقّني وفعلًا حصل زَق، أنا باقول لك بلينجهام هيغيب من مباراتين ل3 بالميت يعني، وممكن توصل ل4 كمان. فيبقى كده ريال مدريد تأثّر بغياب جود بلينجهام. أنا كواحد برشلوني أكيد هابقى سعيد ومبسوط، هذه هي كرة القدم، لكن تنحّي بقى تشجيعك وتحطّه على جنب وتخلّيه كده يتّاخر، اللي حصل ده ظلم، كامل الأركان وكامل المقاييس. ما فيش حاجة اسمها تكون الكورة في الهوا، وخلّي بالك من حاجة، إنه من صفارة منزانو عدد من لعيبة فالنسيا وقفت. هتيجي تقول لي لأ، ما هم كانوا بيلعبوا وكانت الكورة هتدخل جون، متفهم. لو الكورة ما كانتش دخلت جون، كان خلاص ما حصلتش الهليلة دي كلّها، لكن الهليلة حاصلة كلّها من إن الكورة دخلت جون، وإنه قرار خاطئ، وإنه قرار عبثي، ودايمًا بيسلّط الضوء على شيء مهم جدًا. هو إيه اللي بيحصل في عالم التحكيم؟ هو إيه اللي بيحصل في عالم التحكيم؟ هو مين مع مين؟ يعني علامة استفهام كبيرة جدًا. كان لازم الواحد يطلع ويعلّق ويوضّح رأيه في الموضوع ده، لإنه الموضوع بصراحة شائك، وأنا متفهم حالة جمهور ريال مدريد اللي اتعرّض لظلم للأمانة في الكورة دي، لإن أنا لو كنت في الموقف ده حصل مع برشلونة، كنت هاصيح أضعاف مضاعفة، كنت هاصيح أضعاف مضاعفة، وأقول لك إن أنت كده بتلعب لطرف على حساب طرف. ولكن في نهاية القصة إنه قرار الحكم هو اللي اتنفّذ، وقرار الحكم هو اللي هيمشي، وإنه الطرد في الآخر هيتحسب على بيلينجهام، وإنه في الآخر المباراة هتنتهي بالتعادل، وإن في نهاية القصة المنافسة مستمرة في الدوري الأسباني. لكن موضوع التحكيم يا جماعة بقى منتشر بغباوة، ومنتشر بشيء كبير جدًا، بعدم احترافية، وبقرارات غريبة جدًا على مستوى العالم. فلا حق جمهور ريال مدريد إنه يكون بيثور على السوشيال ميديا ومعترض بشكل كبير جدًا، ومش عاجبه كل اللي بيحصل. حقك يا باشا تمامًا، ما أقدرش ألومك، للأمانة ما أقدرش ألومك، ولكن أكيد كواحد بيشجع برشلونة أكيد هاكون مبسوط. لكن طرد بلينجهام وإنذارات وكذا، وكذا، وكذا. أنا كمان حتى استغربت شخصية مانزانو، إنه طَب أنت يا راجل خلّصت وصفّرت، تفهّم إنه هذا القرار هيعمل مشكلة مع لعيبة ريال مدريد، وكلّه هييجي يعترض لك، وكلّه هييجي يعترض، وكلّه هييجي يتكلّم وبتاع. خلاص مشّي الدنيا، مش لازم إنذارات في كذا، وكذا، وكذا. ولكن برضه لعيبة ريال مدريد ما كانش عندها قدر من الحكمة شوية، إن شايفة الحكم عمّال زِو، 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 زِو وإنذارات طَب خلاص ريّح، اقعد على جنب. حتى تبُص على منظر بلينجهام لمّا خد كارت أحمر، اللي هو أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا عملته عشان آخد كارت أحمر؟ ولكن في نهاية القصة ونهاية الحديث، أعتقد إن قرار مانزانو ده ممكن يُصنَّف إنه أحد أغبى القرارات اللي اتخذها حكم في لعبة كرة القدم، وإنه هيُصنَّف من أغبى القرارات، وأكتر قرار عليه علامات استفهام، قرار تحكيمي هذا الموسم. وخلّي بالك من حاجة، إنه القرار ده ممكن يكون سبب في ضياع الدوري من ريال مدريد لطرف من الطرفين، سواء جيرونا أو برشلونة. أنا باقولها لك بشكل واضح وقاطع وصريح، ولكن هنشوف في نهاية القصة ونهاية الحوار ماذا سيحدث داخل أروقة الدوري الإسباني. إذًا عزيزي المشاهد الكريم، طالما وصلت للجزئية دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصلك كل الحلقات اللي بتنزل أول بأول على طول، وتابعني على كل البلاتفورمز المختلفة للسوشيال ميديا، هتلاقيني دايمًا موجود معاك. إذًا هي تحياتي عمر خالد، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.